ده البسكوت بتاعنا اهو بعد ما خرج. شايفين ما شاء الله الصوص عامل ازاي، اللون جميل. ممكن انت لو انت عايزاه يصفر من فوق ممكن تشغلي له شوايه. انا بالنسبه لي اللون ده حلو جدا. شايفين البسكوت عامله ازاي، ومن الظهر بتاعها زي الفل ازاي، جميله جدا جدا، مش لازقه، متحمصه حلو. تمام. شايفين قرمش ازاي اهو، نتيجه ممتازه. ده الشكل النهائي لطبق البسكوت بتاعنا ب3 كوب من الدقيق. عملنا وصفة جبارة سهلة وبسيطة واقتصادية، بسكوتة جميلة احلى من اللي هتشتريها من بره. شوفي انت لو هتشتري الطبق ده من بره من اي سوبر ماركت هتدفعي قد ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة بإذن الله. النهاردة هنعمل وصفة بسيطة برضو وجميلة في الوصفات بتاعتنا الاقتصادية اللي احنا شغالين فيها الأيام دي. هنعمل معانا بسكوت البرتقال بدون بيض وبدون زبدة، هنعمله بزيت، وحاجة بسيطة وسهلة واقتصادية. تمام. أول حاجة هنعملها في مقاديرنا أو هنعرفها في مقاديرنا 3 كوب من الدقيق الأبيض. تمام. ومعانا هنا تلت نصاص عشان نبقى عارفين وسهلة نحفظها، 3 كوباية وتلت نصاص. تمام. نص عصير برتقال، هنجيب برتقانتين كده نعصرهم ناخد منهم نص كوباية. وهناخد كمان هنا نص كوباية زيت، وطبعا لو الزيت نضيف يبقى أفضل. وكمان معانا هنا نص كوباية من السكر الايه الحبيبات العادي. تمام. البرتقانتين اللي احنا عصرناهم هناخد منهم بشر البرتقال، اللي هو هناخد منهم معلقة من بشر البرتقال، هنبشرها وناخد الحتة الصفرا بس بدون الأبيض، علشان طبعا الأبيض ممكن يمرر لنا البسكوت بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو انت عندك تانج بتاع البرتقال خدي منه نص معلقة، بس انا ما لقيتش فجبت ده بديل ليه فروتي، هاخد منه نص معلقة على الخليط بتاعنا. تمام. مع كماني ناخد نص معلقة من الكيك شيف او البيكنج باودر اللي متواجد عندي، ومعانا كمان هنا ذرة من الملح. تمام. وكيس فانيليا صغير، كيس فانيليا او فانيليا سائلة الموجود هتشتغلي بيه. نسمي الله ونشوف وصفتنا محتاجة ايه النهاردة. اول حاجة هنجيب درق خلاط وهننزل بيه بالزيت زي ما انتوا شايفين كده. وكمان هنحط السكر، السكر تماسك شوية في الكوباية. طبعا لازم ننزله كله عشان المقدار بتاعنا يطلع مظبوط. وكمان هننزل بنص كوباية عصير البرتقال كله كده جوه الخلاط. تمام. وكمان هننزل كيس الفانيليا بتاعنا. طبعا هي كمان مش محتاجة ريحة الفانيليا قوي لانها هي ريحتها جميلة، البسكوت بتاع البرتقال بيبقى ريحته تحفة جدا. هننزل بكيس الفانيليا، وكمان هننزل هنا بنص معلقة صغيرة من التانك او الفروتي اللي موجود، نص معلقة. طبعا انا هستخدم نفس المعلقة بتاعة الملح دي، هحطها فوق دقيق واخد من هنا يعني كده نص كبير شوية. تمام. بس كده. وهاخد الخليط بتاعنا ده اضربه في الخلاط وارجع لكم. ده الخليط بتاعنا اللي كان في الخلاط اهو، هننزل بيه هنا. قوامه جميل، اهم حاجة اللي احنا دوبنا السكر بتاعه. تمام. وهنيجي ننزل الدقيق بتاعنا كده. طبعا هنحط الاول عليه معلقة صغيرة من نص معلقة صغيرة كده زي ما انتوا شايفينها كده من البيكنج باودر، مش كبيرة عشان ما يفرش مننا البسكوتة. هنيجي هنا نقلب الخليط ده
المواد الجافة دي. تمام. وكده خلاص خليط الجاف جاهز. هننزل قبلها ببشر البرتقال. هنا انا ما حطيتوش في الخلاط علشان ما يتفرمش قوي، عايزه شكله يكون موجود كده في البسكوته، وبيديها طعم جميل ومنظر حلو، وبتبقى النكهه معززه. تمام. قلبته كده، وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعنا كده انخله فوق الخليط السائل اللي عملناه بطريقه بسيطه وسهله. شايفين الجمال؟ ممكن الدقيق بتاعك مثلا العجين بتاعك تلاقيه خلاص تماسك وتبقى معاكي معلقتين، ما تضيفوهمش. لقيتي محتاجه معلقتين ضيفيهم. يعني انتي العجينه بتعرفيها منك لنفسك من قوه التلازج بتاعها، تكون متماسكه ولزجه في نفس الوقت. تمام. هندخل باقي الخليط بتاعنا كده عشان ننجز الموضوع. نعجن الخليط بتاعنا كده زي ما انتوا شايفينه. تمام. بسكوت البرتقال ده جميل جدا، وريحته بتبقى تحفه تحفه. ريحه البرتقال بقى اللي بيحبها. روايح الشتاء كده، وروايح المعجنات في البيت في الشتاء بتبقى جميله. ب3 كوبايات عملنا حاجه بسيطه، مقاديره سهله واقتصاديه. يعني ايه؟ نص كوبايه سكر، ونص كوبايه عصير برتقال، ونص كوبايه من الزيت، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، رشه ملح، ومعانا كمان المعلقه كبيره من بشر البرتقال. تمام. وكيس الفانيليا. بس كده، مقادير بسيطه جدا وسهله وحلوه، وبسكوته جميله تستاهل ان انت فعلا تجربيها. فرحي بها ولادك. تمام. انا ممكن بقى استخدم فيها ايديا. طبعا زي ما انتوا شايفينها العجينه اهي حلوه، بس انا هديها عجنه كده المها بايديا عشان اطمن ان كل الخليط بتاعنا تجانس. شايفين؟ طبعا بشر البرتقال باين فيها، ريحتها تحفه يا جماعه. ريحه البرتقال فيها جميله جدا. شايفين؟ جميله خالص خالص. هو ده اللي احنا عايزينه ومحتاجينه فيها. خلاص بقى احنا مش محتاجين نعجن فيها اكتر من كده، هي بتبقى ملزقه زي ما انتوا شايفينها كده. تمام. ممكن تحتاجي تحط لها معلقه دقيق، بس انا شايفاها كده حلوه. خلاص هي كده بالنسبه لي مناسبه. زي ما انتوا شايفين كده، جبت كيس نايلون وهحط عليه العجينه بتاعتي دي وافردها. ممكن نفردها بين كيسين، يعني اجيب واحد زي ده تاني عشان عايزه اخلي البسكوته بتاعتي رقيقه، السمك بتاعها ضعيف يعني كده. وبالفراده نفردها خالص طبعا عشان ما تلزقش مننا. حاطه الاكياس وعشان العجينه بتاعتي بتلزق. شايفين؟ هنعملها كده باي قطاعه عندك بقى هتقطعيها. شايفين بشر البرتقال ظاهر فيها ازاي؟ انا حابه كده. لو انتي مش حباه، في خطوه دورق الخلاط وتروحي ضرباها معاها. تمام. انا جبت القطاعه دي شكل كده، ممكن نعملها بالشكل الساده وممكن نعملها بالشكل ده، واي شكل عندك يعني ممكن تستخدميه. تمام. هنيجي هنا ونبدا نقطع البسكوت بتاعنا زي ما انتوا شايفينه كده بالشكل الجميل ده.
شايفين؟ بسكوتة تحفة تحفة جدا، ما فيهاش بيضة، ما فيهاش زبدة، حاجة كده جميلة وتغيير للأولاد ولينا مع كوباية شاي. دي تبقى حاجة حكاية. ريحة البرتقال فيها جميلة وتستاهل تجربوها. 3 كوبايات دقيق بسيطة يعني. شوفي لو انت هتشتريها من بره هتكلفك قد ايه. وهنيجي نشيلها بقى بالطريقة دي بالراحة خالص، ونبدأ نرصها في الصاج بتاعنا مدهون زيت، دهنة خفيفة كده عشان ما يلزقش مننا البسكوتة. هتسويه على درجة حرارة 200. هتسوي على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق حاجة زي كده، مش كتير. لو انت عايزاها بقى مقرمشة هتهدي درجة الحرارة وتطولي مدة السوا، يعني مثلا تخليها على 180. لو انت عايزة البسكوتة مقرمشة تخليها مثلا على درجة 180 وتعملي على وتخليها مدة اكبر، يعني تاخد في حدود ربع ساعة. تمام. زي ما انتم شايفين كده بنخلي البسكوتة بسكوتة ونحاول نحافظ على شكلها واحنا بننقلها. بشر البرتقال ظهر فيها، وقلنا اللي مش حابه هيضربها في الخلاط، بس انا بحبها كده، بحسه كده يعني حاجة جميلة فيها، والنكهة بتاعته بتبقى معززة اكتر. ريحة حلوة خالص، يعني قلبت الدنيا كلها. ريحة البرتقال اصلا حلوة، ولما دخل الفرن بقى عمل حوار يعني. ريحة جميلة جدا 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 فوق ما تتخيلوا والله. ده الشكل النهائي بتاع طبقنا الجميل ده. يا رب يكون عجبكم. وصفة البسكويت بالبرتقال سهلة واقتصادية وجميلة، وبتهيألي يعني بتتكلم عن نفسها، ما شاء الله عليها. يعني شايفين؟ عايزة اكسر لكم واحدة. شايفين؟ انا حابة كده، ما خدتش غير 10 دقايق على درجة حرارة 200. شايفة؟ مقرمشة وهشة وجميلة، جميلة جدا. ومن جوه طبعا عشان لسه سخنة شوية فيها نسبة طراوة، دي تسيبها في الهواء 10 دقايق هتبقى جامدة جدا. طبعا هي لسه سخنة كمان دافية معايا. لو عجبتكم الوصفة بقى متنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.